في واحد الوقت اللي فيه التوازنات العسكرية في المنطقة كتبدل بسرعة، كيبان أن المغرب داخل مرحلة جديدة من التفكير الاستراتيجي اللي ما كيبقاش فيها معتمد غير على مورد واحد ولا على مدرسة عسكرية وحدة. الأخبار اللي خرجت من مصادر كورية ومواقع متخصصة في الدفاع على اهتمام القوات المسلحة الملكية بشراء عدد كبير من دبابات K2 بلاك بانثر مع نظام الدفاع الجوي متوسط المدى تشيونغونغ ماشي غير صفقة عسكرية عادية، ولكن رسالة واضحة بأن الرباط ولات كتلعب لعبة بعيدة المدى وكتوجد راسها لسنوات جاية مليئة بالتحديات. إلا شفنا الموضوع بعمق غادي نلقاو أن المغرب من بعد سنوات طويلة وهو كيعتمد على مزيج من المعدات الأمريكية والأوروبية بدا كيوصل لواحد السقف، خصوصا فاش كتدخل كلفة الصيانة، التعقيد اللوجستيكي واختلاف الأنظمة. دبابات، مدرعات، أنظمة دفاع جوي، كل وحدة جاية من بلد مختلف وبفلسفة تشغيل مختلفة، وهذا الشيء كيتطلب مجهود كبير في التحكم، التكوين والتحديث. من هنا كيجي التفكير في بدائل جديدة كتجمع بين الجودة العالية، الاستقلالية النسبية والتكلفة المعقولة. كوريا الجنوبية في هذه السنوات الأخيرة ولات قوة صناعية عسكرية عالمية، وما بقاتش غير كتنتج للجيش ديالها، ولكن ولات كتصدر لأوروبا، آسيا والشرق الأوسط. دبابات K2 بلاك بانثر مثلا ماشي غير دبابة قوية في المواصفات التقنية، ولكن مشروع متكامل فيه فلسفة قتال حديثة كتركز على السرعة، الدقة والحماية القصوى للطاقم. اختيار المغرب لهذه الدبابة إلى تم فعلا غادي يكون تحول تاريخي في العقيدة البرية ديال القوات المسلحة الملكية. K2 مصممة باش تخدم في ميدان معقد، تضاريس صعيبة وتواجه تهديدات متنوعة من دبابات معادية حتى لصواريخ مضادة للدروع. الدرع المركب ديالها مع الدروع التفاعلية وأنظمة الحماية النشطة كيعني أن الدبابة ما كتراهنش غير على السماكة ديال الفولاذ، ولكن على الذكاء والتكنولوجيا. هاد الشيء كيتماشى بزاف مع التفكير المغربي اللي كيركز على تقليل الخسائر البشرية ورفع فعالية الوحدات القتالية. وزيد عليها أن المدفع 120 ملم المتوافق مع ذخائر الناتو كيخلي المغرب ما يدخلش في مشكل التوافق اللوجستيكي، حيث الذخيرة متوفرة ومعروفة ويمكن تطويرها مستقبلا. وحتى القذائف الذكية بحال KSTAM كتفتح آفاق جديدة في طريقة القتال، خصوصا ضد أهداف مختبئة أو في مناطق وعرة. من جهة أخرى، نظام تشيونغونغ للدفاع الجوي كيكمل الصورة. المغرب واعي بأن أي قوة برية قوية خاصها مظلة دفاع جوي تحميها من الطائرات، الدرونات وحتى بعض أنواع الصواريخ. الاعتماد فقط على أنظمة قصيرة المدى ما بقاش كافي، خصوصا مع الانتشار الكبير للطائرات بدون طيار في المنطقة. تشيونغونغ كيجي كحل وسط ذكي، لا هو ثقيل بزاف بحال أنظمة بعيدة المدى ولا هو محدود بزاف، بل نظام مرن قابل للنشر السريع وقادر يسد فجوة مهمة في الدفاع الجوي. اللي كيخلي هذا الاهتمام المغربي مميز هو أنه ماشي شراء منصة واحدة، ولكن نظرة شاملة، أرض وجو، دبابات وصواريخ، مناورة وحماية. هادشي كيعكس واحد النضج كبير في التخطيط العسكري، وكيبين أن الرباط ما كتشريش غير باش تزيد العدد، ولكن باش تبدل المنظومة كاملة بطريقة متناسقة. سياسيا التوجه نحو كوريا الجنوبية حتى هو رسالة. المغرب كيبعث إشارة بأنه منفتح على شراكات جديدة خارج الإطار التقليدي، وكيبعث على استقلالية أكبر في قراراته الاستراتيجية. كوريا ما عندهاش نفس القيود السياسية اللي كتكون أحيانا مع بعض الموردين الغربيين، وهذا الشيء كيعطي هامش مناورة أوسع. إلا تزاد هذا الشيء مع الطموح المغربي في تصنيع بعض المكونات محليا مستقبلا أو نقل التكنولوجيا، غادي نكونوا قدام مرحلة جديدة فعلا، مرحلة فيها الجيش المغربي ماشي غير مستهلك ولكن شريك في التطوير. في الأخير، سواء تمت الصفقة أو بقات في مرحلة الدراسة، الرسالة وصلت. المغرب كيوجد راسو بهدوء، بعقلانية وباختيارات مدروسة باش يبقى قوة إقليمية متوازنة وقادرة تحمي سيادته وتفرض احترامها في محيط إقليمي معقد ومفتوح على كل الاحتمالات.